يمكنش لمدرب منتخب ولا لاي مدرب انه يقدر يبقى عنده قاعده الاختيار، خاصه انت عدد لعيبتك المحترفين هم 4 لاعبين: حسام غالي ومحمد صلاح واحمد 4 لاعبين، محمد النني واحمد المحمدي. دول اللعيبه المحترفين المصريين اللي في الخارج فقط لا غير. وبالتالي بلا دوري عام بلا مسابقات ما فيش قاعده ولا في فرصه لاختيار افضل اللاعبين. وده اتضح في اختيار خط الظهر بتاعنا بالامس. الدفاع المصري كان مفكك، كان ضعيف جدا، لانه هو اضطر انه يلعب بلاعيبه النادي الاهلي. دول اللي بيشاركوا في مباريات رسميه، دول اللي بيشاركوا في نشاط رسمي هو عباره عن البطوله الافريقيه اللي هو فقط لا غير 10 مباريات طوال السنه. فعدم وجود دوري عام ده على طول تتجه باصابع الاتهام الى وزاره الرياضه وباصابع الاتهام الى الاتحاد المصري لكرة القدم، لانهم لم يعملوا جاهدين على عودة النشاط الرياضي وعلى عودة المسابقات الرياضية مرة اخرى، عودة الدوري العام، عودة كاس مصر، عودة كاس السوبر، عودة البطولات اللي ممكن منها تقدر تطلع او تختار المدرب يختار لاعبين. ده طبعا ده تحمل كبير جدا للمسؤولية. نمرة 2 من وجهة نظري انه هناك خطأ واضح في سوء الاعداد للمنتخب الوطني المصري، وان كان معهم بعض العذر، لكنه في سوء اعداد واضح، سوء اختيار مباريات، سوء اختيار فتره اعداد، وبالتالي مفيش فرصه للاعداد الجيد، وده اثر جدا على المنتخب. نمره 3 وهي دي النقطه الاساسيه اللي لازم تكون الناس عارفاها، ان هناك فارق في المستوى بين المنتخب الغاني والمنتخب المصري يصب في صالح المنتخب الغاني. وانا لما كنت بقول في البدايه انه اتمنى ان مصر تقابل الجزائر او تقابل تونس او تقابل نيجيريا، لان اعلم تماما مدى قوه المنتخبين المرشحين الاوائل من وجهه نظري. المنتخب الغاني والمنتخب الايفواري دول اقوى منتخبين في القاره الافريقيه، ودول قادرين على الفوز على اي منتخب يقابلهم ايا كان هذا المنتخب يعني. فكان كل امنيتي ان انا ابتعد عن المنتخب الغاني او ابتعد عن المنتخب الايفواري. من هنا كان خوفي لما القرعه جابتنا امام المنتخب الغاني. في فرق كبير جدا في المستوى، في فرق كبير جدا في الانتظام في المسابقات. يعني عليك ان تعلم ان المنتخب الغاني عنده 8 لاعبين بيشاركوا في المباريات في البطولات الاوروبيه، سواء دوري الابطال او الدوري الاوروبي، بالاضافه للاعبين بيلعبوا في انديه اوروبيه على مستوى عالي. حتى اللاعبين اللي بيلعبوا في البطولات الافريقيه زي اللاعب الحارس داوود بيلعب في نادي اورلاندو بيرتس الجنوب افريقي، او المدافع رشيد صوماليا بيلعب في سان داونز الجنوب افريقي، والاثنين بيلعبوا في دوريات منتظمه. السبب الرئيسي هو فرق المستوى، السبب الرئيسي الاخر هو توقف النشاط الكروي والرياضي في مصر. سيد أحمد شوبير، الفرق في المستوى نعرفه، ولكن كانت هناك حملة من المصريين وتفاؤل كبير من أجل الفوز على غانا، مثلما كان تفاؤل كبير قبل ذلك على الجزائر. هل يعني أنكم كنتم تحبذون مواجهة المنتخب الجزائري الذي فاز في المباراة الفاصلة في أم درمان؟ نعم نعم سيد شوبير. بكثير جدا من المواجهه مع المنتخبين الغاني او الايفواري، بوجهه نظر فنيه انا بقولها ومصمم عليها، لانه هناك فرق قويه جدا مصنفه. انا بقول لك ان المنتخب الغاني في كاس العالم هيكمل مشواره، فريق قوي جدا على مستوى قوي، ولو قابل اي فرقه من الفرق التسعه اللي موجوده هيفوز عليها ويتاهل بسهوله. وبالتالي لما تيجي تقول لي ميزان القوه، لا، ميزان القوه طبعا يعمل لي المنتخب الغاني. يمكن اقول لك سر ان اللعيبه ما كانتش تفضل انها تواجه المنتخب الجزائري او المنتخب التونسي، ده حاجه نفسيه. لكن بتكلم من الجانب الفني، ده اغضبني الحقيقه من بعض وسائل الاعلام عندكم اللي بحترمها وبقدرها، لكن الحقيقه خدت تصريحاتي وقالتها على محمل خطا، وبقولها بكررها قدامك تاني. لا، المنتخب الجزائري او التونسي اخف طبعا بالنسبه لنا واسهل فنيا من المنتخب الغاني او المنتخب الايفواري. نعم نعم يوسف. نعم سيد أحمد شوبير. نعم يبدو أن المكالمة انقطعت. يوسف، نأسف لذلك، معلش. سيد وهيب، الاتصال محور سيد أحمد شوبير، هذا الحارس المنتخب المصري في التسعينيات وأيضا الإعلامي حاليا.